الاستيراد اللي كيديروه واش كيديروه بعمليه ديال الطرق، يعني المواد الغذائيه مقابل الغاز؟ بزاف د الاسئله كتطرح. عندي سؤال من خلال هذا الشيء كامل. دكتور جباره، دابا هذا الشيء اللي كيشريو هذا الكبش الروماني او الاوروبي، هذا الاستيراد اللي كيديروه واش كيديروه بعمليه ديال الطرق، يعني المواد الغذائيه مقابل الغاز؟ بزاف د الاسئله كتطرح، لانه راه صعيب 14 مليار دولار دوله بحجم الجزائر، راه صعيبه. خويا العالمي، نعم. راه الكبش اللي خداو راه الكبش مريض بالطاعون، خاصك تكون عارف. ساوي 2 دولار الكيلو، تقريبا 18 درهم، كيبيعوا عليهم هما تقريبا بواحد 100 درهم. فهمتي اخاي العالمي؟ انت راه شحال راه ب 2 دولار الكيلو، راه شحال راه كاين الزمن راه كله مريض فيه الطاعون. وشحال غادي يشريو كاع؟ شحال كيشريو؟ شحال كيشريو؟ 3 مليون ديال الدولار. 3 مليون ديال الدولار ماشي شي حاجه. خلي نبقاو الاخوان في هذا الموضوع بالضبط، لان راه موضوع خطير جدا. تعرف شنو هي 14 مليار ديال الدولار الاخوان؟ واش عارفين؟ وجانا تحذير هنا. نعم، ما تحلوش ملي ما خوتنا المغاربه المايكات في دقه واحده، ملي ما تيتحلوش المايكات ديروا معنا الاخوان يديكم، الله يحفظكم. ديروا يديكم معنا، وحاولوا الاخوان اللي معنا هنايا يفتح بالواحد المايك، لان تما فين كينزلوا على اللايف. اللي معنا هنا يحاول يكون واحد يتحدث، الاخر ما يفتحش المايك، لان تما فين كينزلوا علينا كيقولوا بحال راهم بحال مضاربين بيناتهم، بحال مخاصمين بيناتهم، بحال هكا بين كيدخلونا. سير اخويا العالمي، كما ندوزو لعند الاخ انا روز. اختي بشرى العزيزه، تحياتي ليك. موضوع الاخوان دوز اخي، نقدروا نقولوا عليه من اخطر المواضيع، من اخطر المواضيع اللي كاينين على وجه الارض. من نهار بدينا المواضيع ديال الجزائر وهما علينا حنا شواكر، حنا كذا. كيفاش تسنى من مغربي انه ينشر لك بحال هذه الفضيحه الكحله اللي عندك في الصندوق ديال الاحتياطي الصرف اللي عندك 14 مليار دولار، بينما المغرب اللي عنده شويه ديال الحوت، شويه ديال الفلاحه، شويه ديال الفوسفات، عنده 51 مليار كاحتياطي صرف، كأول مره في تاريخ المملكه المغربيه. فيدونا الجزائريين، عطونا شنو السبب. سي انا روز، غادي نطرح لك واحد السؤال خويا العزيز، وانت ملم بهاد المساله هذه. في ظل خنق الاستيراد من طرف عمي تبون، في ظل خنق الاستيراد دابا نورمالمون الدوله خاصك تخنق الاستيراد، يعني بما انك انت غير كتنتج وانت كتصيفط كتبيع، نورمالمون خاص الاحتياطي ديال الصرف يطلع. شنو اللي واقع بالضبط في الجزائر؟ هما ما كيستوردوش، قال لك العجلات ما كيجيبوهمش. خويا شرفتينا اليوم السي انا روس، لا ترى السي جباره، السي العالمي والاخوان اللي كانوا معنا. الله يبارك فيك خويا جبور. الاخوان العالمي، الدكتور جباره رشدي، من المستحيات لكم وكاع المتابعين. شوف خويا جبور، هذه الدوله هذه بطبيعه الحال كما بزاف ديال الدول مبنيه الاقتصاد ديالها على اقتصاد الريع اللي كيبان لنا وصل الاخر ديالو، لكن التعقيدات ديالهم هما بعدا انه كاين واحد القضيه، الشفافيه ما كايناش. راه الاخوان هضروا على انهم دخلوا واحد العدد ديال الامور في اسرار الدوله، وهذا كيخلي حتى المؤسسات الدوليه ما تعرفش الاقتصاد ديالك كيف غادي، وما يعرفوش فين يحطوك. لانه دابا من غير القضيه اللي قالوا ديال العمله، شحال عندهم ديال الاحتياطي ديال العمله، ولا تسير من اسرار الدوله حتى الصادرات والواردات. نورمالمون كاينه مكاتب دابا في المغرب غادي تمشي بالتفصيل اشنو دخل واشنو خرج من المغرب، وبالارقام وصندوق الايرادات حتى هو، السياحه، داكشي، التحويلات الى اخره. دابا هما المشكل ديالهم انه هاد الامور كلها ولات من اسرار الدوله، يعني ما واضحش بعدا شنو كيديروا. وزيد عليها الوضعيه ديالهم ديال الاقتصاد ديال الريع، ديال حفر وبيع، انهم حتى هذا النموذج هذا
الامر هذا عند الاقتصاديين كيسميوه الداتش ديسيز، يعني المرض الهولندي. ان هولندا اخويا جبور فاش اكتشفوا البترول عندهم والغاز، في واحد الوقت بداو كيصدروا وينهار القطاع الصناعي، نهار عندهم، وقع لهم واحد الانهيار في القطاع الصناعي. علاش؟ لان انت هاد البترول وهاد الفلوس السهله ديالو كتطلع الاثمان وكتحول لك القطاعات اقتصاديه كتجبد منها الناس باش يمشيو للقطاع